السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل فراخ الكنتاكي في البيت بأسهل طريقة، أحلى من بتاعة المحلات بإذن الله. طعمها حلو قوي، من جوه طرية ومن بره كريسبي، تعجبكم بإذن الله. تعالوا نشوف كده عملناها ازاي مع بعض. عندي هنا فرختين، مقطعة الفرخة حوالي 12 قطعة، غسلها كويس طبعا. عندي البهارات: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، مكعب ماجي، فلفل أسمر وملح، وحبة صغيرين قوي من الكاري. بنزل عليهم بحوالي ربع كوباية من الخل، وبعد كده عندي حوالي كوبايتين ونص كبار من اللبن. اقلب بقى كده المكونات دي كده كلها مع بعض. كنت طبعا محضره الفراخ وغسلها كويس بالليمون وبالملح وبالدقيق، ومفتحه الفراخ. كل قطعه انت بتقطعيها بتغرزي كده السكينه فيها وبتفتحي فيها فتحات زي ما انتوا شايفين كده، وبنزلها كده في الخليط ده. كل قطعه مفتحاها كده كذا فتحه من جوه، ببيتها كده في الخليط ده كده زي ما انتوا شايفين. يعني انت مثلا هتعمليها بكره، هتبيتيها قبلها بيوم زي ما انتوا شايفين كده. هتسيبيها في التلاجة يعني مش اقل من 12 او 13 ساعه في التلاجة. بتغطيها كويس وتحطيها في التلاجة. عندي هنا بقى الكفر. عندي حوالي كوبايتين ونص من الدقيق على نص كوبايه من النشا. بنزل على مكعبين من الماجي وحبه بهارات كده بسيطه وملح وفلفل، حاجه بسيطه خالص. بقلب كويس قوي. بنزل كده بقى بالفراخ بتاعتي، وطبعا محضره جنبي حله فيها مكعبات تلج. بنزل كده عليها وبرجع تاني في الخلطه كده. وكنت طبعا محضره حله فيها حبه زيت حلوين كده. بعد ما اطلعها بميه بتلج بنزل تاني على خليط الدقيق. بكون محضره كده تمام زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كمان واحده، بغطيها كويس بالكفر. بنزل على ميه بتلج، ارجع تاني احطها في الكفر تاني. تمام كده. بصوا هنا كده يا جماعه، ريحتها اصلا وهي بتتقلي يا جماعه والله العظيم تحفه. كريسبي قوي من بره وطريه جدا من جوه. بصوا كده يا جماعه شكلها بعد ما اتقلت. بكون محضره مصفى عشان تفضل مقرمشه معايا، لازم تحطيها في قلب مصفى. هنا تمام بعد ما خلصت. شكلها وطعمها يا جماعه والله العظيم تحفه، لازم تجربوها. يا رب تعجبكم. بصوا قلبها ابيض ازاي من جوه. الف هنا.